انا بقى كان المشكله بتاعتي ان انا جيت ضيعت جون مهم في ماتش مهم. الانفراد بتاع الاهلي. الانفراد بتاع الاهلي ده ايه اللي حصل ويا ريتني يعني؟ وقعت. يعني يا ريتك وقعت، كان هيصفر، كان هيحسبها. انا الكره دي مش فاكر اجوجو او جمال استلم الكره في نص الملعب. الكره كانت ناحيه الشمال وانا بلعب، خد بالك بقى انا بقول لك بلعب سيرد باك او ليبرو، بقيت بلعب 6، بقيت بلعب تحت رؤوس الحربه. اللي هي 10 او شادو اللي هو يعني 8 لفوق. طب وايه ايه ده في ايه؟ هو يعني هو يعني دلوقتي حسام عبد المجيد معلش في ماتش مثلا حسام العب 6 جنب دونجا، بعدها اطلع قدام مكان كابتن عبد الله. ولو قالوا لي لعب بكره كنت هلعب عادي، ما عنديش مشكله. يعني عادي انت يعني انا اقصد. فالمهم الكره يعني كانت عند الباك رايت، دخلت في قلب الملعب، كانت احمد مجدي بصاها لاجوجو، دخل. انا عارف ان هو لما يلف اللعب هيبقى مفتوح، فقطعت في ظهر الديفنس فاتحطت لي. ما اعرفش العب بشمالي خالص، لو جت على يميني جون. ما اعرفش العب بشمالي خالص، بص الحظ يعني. بعدين مش مالك دي وانت ثيرد باك هتطلع، مش عايز تحط. تمام. فمين اللي واقف جون؟ امير عبد العزيز، امير عبد الحميد. فقلت هزق واحط، بس برضو انا ما بعرفش العب بشمالي كويس. فقلت لما زقيت هو خبطني فوقعت، فانا واقع شايف الكرة قدامي يعني خلاص قمت جول. هقوم احط الكرة بس، يا ريتني ما قمت. قمت على الدكه بقى. قمت واللي حصل فتره صعبه. بس الفتره دي انا لو في الجمهور مش هتقبل الفتره. انا في النهايه انا كجمهور بشجع فرقه والفرقه الدكه كسرت طبعا. بس الفتره دي طبعا الفتره دي احنا كنا يعني كان الجمهور متداخل قوي يعني مع احترام يعني انت في النهايه هتشجع، مش عاجبك الموضوع قاطع. لا الامور واصله لاصعب من كده بقى. يعني كان الجمهور بيجي يتخانق ويضرب لعيبه مشاكل كتيره جدا جدا، اجواء صعبه جدا. ماتشات اللي قدام ما كناش نعرف نلعبها تحت الملعب. كنا مثلا في 25 30 الف في ملعب حلمي زموره ده مقفول، وينزل لك الملعب ويحصل مع اللعيبه. ايوه يعني انت بتتمرن قصاد ده بقى مفيش فلوس خالص، ما تخش جنيه. معنى كلمه مفيش جنيه، مفيش جنيه مش اللي هو مثلا بتاخد فلوس، لا مفيش فلوس خالص.